صاحبه اتخطف، وده يقول ان العيال بتلعب. الواد ملحقش ينزل اصلا. 2 نقط. عاش. الواد بيحاول يكفرهم من هناك. اول ديد. انا عايز اقول لك ان التحدي مش سهل، سواء فريز، كندين، رش. يلا بينا نبدأ بفريز اللي عذب الستريم سنايب، ومش عايز اقول لك ان الكام لقطة دول ضد ستريم سنايب. فخلينا نشوف. بص الواد بيكات مع ايه، مع تحركات، مع استعمال سماعة. نايس. جاب الواد اللي تحت، بس الواد ده شكله كده ما سمعوش وهو نازل. المهم الواد اللي فوق ابو الجروزة ده جامد. عايزين نشوف كده فايت بينه وبين فريز 1v1. نزل. بص الدامج. عاش. الواد بيلعب. بص تحركات فريز وبص تحركات الخصم، تحس ان نفس المستوى. فايت حلو، فايت حلو وممتع في نفس الوقت. ممكن تناوكونا. انا عايزك تبص على وش فريز، تمام، وهو بيفايت. يعني كمية توتر مش طبيعية. وانت لو مكانه هل هتكون كده؟ يعني انت متخيل تكون بتفايت وحواليك سكوادات ستريم سنايب؟ انا عايزك تنزل تقول لي في التعليقات هتعمل ايه. نرجع بقى للحماس اللي احنا كنا ايه، اللي احنا سيبناه. دلوقتي قدامه فنش واحد باين وقدامه 3. تمام. بص الخصم، بص ايم الخصم، بص استعمال سماعة الخصم، بص تحركات الخصم. انا مش هقول لك زيادة عن كده. يعني مسافة ما فريز طلع الواد اداله بري فاير. والله العظيم الخصم نار. خطفوا. عاش عاش فريز، عاش فريز والله. المشكلة، طب خلينا نشوف الواد ده. الواد ده بيلعب، الواد ده مش سهل والله. طير له الخوذة، طير له الخوذة. المشكلة ان انت بتلعب على بث مباشر، يعني في ناس بتشوفك. ما ينفعش يتعمل عليك لقطة، ما ينفعش. لازم انت اللي تاخد اللقطة وتعلم عليهم علشان يمسحوا اللعبة. هتقول لي يمسحوا اللعبة ليه؟ هقول لك يمسحوا اللعبة. انت متخيل واحد، انا عارف ان فريز ماكينة رعب، بس مهما كان واحد ضد 4 بيلعبوا ومعاهم اجهزة قوية، يعني تمسح اللعبة من الاخر. ما تقوليش ازاي بقى، انت اكيد فاهمني. دلوقتي هو جاب 3، باقي 1. لو جابوا والله العظيم من رأيي يمسحوا اللعبة ويشوفوا لهم شغلانة غير دي. وانا كده اتكيفت من ال3 اللي جابهم دول، اتكيفت، بس انا عايزه يختمها ويجيب الرابع. انا بعترف ان هما بيلعبوا وخصم قوي، بس لما يتعلم عليك انت وسكوادك لا، دي مش سهل. فلازم الواد اللي تحت ده يرد احتبارهم كده ايه ويجيب فريز. لو ما جابوش ديليت على طول لبابجي. هيجيبوا بالنيت. الواد بيلعب واستعمال سماعة. شايفين التحركات بتاع الاتنين؟ انا كنت بقول الواد ابو الجروزة بيلعب، بس الواد ده بيلعب برضه، يعني يمكن نفس المستوى. سمع النيد فطلع علشان فريز يجيبه ويعلم عليه ويخليهم يمسحوا اللعبة. السيطرة تحت الوضع انا شباب. اتكيفت من الفايت ده. نخش بقى على كندين جيمنج. انا يا رب اكون قلت الاسم صح. تمام. عايز اقول لك ان اللاعب ده مش سهل. كمان نخلي الفيديو بقى نظام تحدي بقى، ايه رايك؟ يعني دلوقتي انت معاك فريز وكندين، تمام، وفي واحد تالت رش باين، تمام. فعايزين نشوف مين فيهم الاقوى. انا عايزك تنزل تقول لي في التعليقات بقى ايه مين فيهم الاقوى، وعلى حسب اكبر عدد هقول لك الفيديو اللي جاي مين اللي كسب. تمام. انا شايف ان الخصم قوي. انا عايز اقول لك ان اي فيديو هنزله هيكون فيه الخصم قوي، لان انا اصلا ما بتكيفش غير لما يكون الخصم قوي. تمام. نرجع بقى ايه للفايتات بقى. هنا بيقول لك ضد سكواد بيلعب، مش عارف من كلان ايه، خدتش بالي. لو رجعت انت هتاخد بالك.
هو بيلعب دو، هو وصاحبه، هما سكواد باين. صاحبه اتخطف، وده يقول ان العيال بتلعب. الواد ملحقش ينزل اصلا. 2 نوك. عاش. الواد بيحاول يكفرهم من هناك. اول ديد. انا عايز اقول لك ان التحدي مش سهل، سواء فريز، كندين، رش. هنا بيقول لك فايتات تكتيكيه شويه، خلينا نشوف. وقصده يعني اللي هو في نظام البطولات وكده بيكون في تكتيك، لازم يكون في قائد اصلا العيال بتلعب، لازم يكون في قائد في البطولات للسكواد هو اللي يحركهم وكده. العيال بتلعب على فكره. فصاحبه ما وقعش نوك. بص لو بصيت على هيلث صاحبه هتلاقيه 1 اتش بي. دلوقتي بيحاول ان هو يسحب نفسه علشان ايه؟ يهيل. ده هو اللي دمه 1 اتش بي برضه. معلش التليفون بس ما كانش باين الهيلث وكده. صاحبه وقع نوك صح ولا ايه؟ لا صاحبه اتدمج. يا جدعان الخصم نار قسما بالله. ايه ده؟ حرفيا دلوقتي بتلاقي الستريمر او اليوتيوبرز او كده بينزلوا خصم قوي، لان انت لو نزلت خصم ضعيف مش هتلاقي حد يتابعك اصلا او يشوفك. دلوقتي كله اللي بيبين لعبك اصلا واحد زيك، واحد مهايبر زيك. دلوقتي هو سولو سكواد لان صاحبه واقع نوك يعتبر. الواد فنش، الواد بيلعب، والواد ده حصل له ايرور ولا ايه؟ انا حسبتك يا ابني ولا ايه؟ نوك. عاش عاش عاش. ودلوقتي هتلاقي راح ينتقم بقى بوكسات والكلام ده، ملناش احنا ده علاقه باللي هيحصل يعني. نخش بقى على مين بقى؟ على الرايق رش. عايز اقول لك ان رش اصلا محتواه مش اكشن يعني وضرب نار والكلام ده، لا بيكون فيه هزار وكده. بس انا ايه، لقيت عنده الفيديو ده فما كانش ينفع اصنفه من افضل لاعبين المحاكي، لان انا عارف ان رش بيلعب لاعب قوي يعني. دلوقتي قدامه 4. هما فايتين في الحيط شويه بس لسه هنشوف هنشوف فايتات خصم قوي. يا نهار ولا ايه؟ فنش انا جاي لك. فنش عشان سلامه اصلا اللي بيلعب معاه دوم مش هيصدق اللي حصل. انا نسيت اجيب لك رد فعل سلامه، بس يعني انت لو دخلت على الفيديو اكيد هتشوف نفس التفكير. السكواد ما خدش معاهم ثانيه، يعني ثانيه الا ثانيه السكواد عقبال ما نزل من العربيه لقى نفسه مطلع تلج. خلص الحوار. خلينا نشوف الفايت ده. ما تزنوش نفسك هنا. بيقولوا ما تزنقش نفسك على السلم وكده، بس عايش جو. في نت فوق. رابط القنوات بتاع اللاعبين دول لو حبيت ان انت تشوفهم وكده هتلاقيها تحت في الوصف. تمام. جنبك. خلينا بقى نشوف الفايت ده. هنا جنبك بعيد مين؟ على فكره كان المفروض يقفل المايك ما يتكلمش، لان هو كده بيعمل له ايه؟ توتر اكتر. يعني شايفين ده اللي بتكلم عليه بقى. يعني هو لو كان عامل ميوت تمام كان هيسمع الواد ده، لكن هما كانوا بيتكلموا اصلا وهم ميتين وكده فهو ما سمعهوش. وطبعا بشكرك لو وصلت لحد هنا، وما تنساش تنزل تقول لي في التعليقات مين الافضل بالنسبه لك، وما تنساش اللايك والاشتراك وبس كده. بيس يا مان.